فرقم واحد زي ما احنا قلنا، عشان يبقى عندي صمود نفسي لازم ان انا اعمل ايه؟ احدد اهدافي بشكل واضح. كتير مننا، وده انا بشوفه كتير جدا 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 في الجلسات على طول الخط اللي انا اشتغلت فيه طول السنين اللي فاتت دي، ان الناس دايما بتبقى مركزة على اللي هي مش عايزاه. المفروض نركز على اللي احنا عايزينه. يعني يجي لك حد يقول لك انا مش عايز ابقى عصبي، انا مش عايز افقد ابني، انا مش عايز كذا، انا مش عايز كذا. كل الناس او 3/4 الناس، يعني نسبة من الناس، يعني ممكن نقول 9 مش بيتكلموا على الحاجات اللي هم مش عايزينها، مش الحاجات اللي هم عايزينها. فاكرين لما كنا اول يوم بنتكلم عن العقل الواعي واللاواعي، كنا بنقول ان العقل اللاواعي ده عنده قوانين، القوانين بتاعته بيمشي وفق لها، عنده مبادئ والمبادئ بيمشي وفقا لها. يعني ايه مبادئ وبيمشي وفقا لها؟ يعني بمنتهى البساطة القانون او المبدأ اللي انت بتبدأ تحطه في عقلك بيبدأ ينفذه لك. الحاجة اللي بتبدأ تحطها جوه عقلك بينفذها لك، صح؟ فاذا لما انا اكون حاطط اهدافي او بفكر في الحاجة اللي انا عايزها، يبدأ يشتغل لي على الحاجة اللي انا عايزها. ولما يبدأ احط الحاجة اللي انا مش عايزها، هيشتغل لي على الحاجة اللي مش عايزها. يعني زي ما قلت لكم كده مثال، البنت مثلا ممكن تقول لك انا مش عايزه اتجوز واحد زي بوب. هي حاطه الفكره ايه؟ هي بتفكر في اللي هي عايزاه ولا هي مش عايزاه الاول؟ اللي هي عايزاه، سوري، اللي هي مش عايزاه، صح؟ انا مش عايزه اتجوز زي بابا. فطول الوقت عماله تفكر في الفكره دي، انا مش عايزه اتجوز زي بابا، او انا مش عايزه اتجوز زي اخويا، مش عايزه اتجوز زي، او مش عايزه اتجوز زي جوز اختي. فعقلها شغال على ايه؟ على الفكره دي، هو مش شايف غير الفكره دي، فعمال يفكر فيها هي، فعمال يشتغل عليها عشان يحققها لها. عشان كده مهم ان احنا نفكر في اللي احنا عايزينه، مش اللي احنا مش عايزينه. فرقم واحد في الصمود النفسي، عشان يبقى عندي صمود نفسي المفروض يكون عندي اهداف انا بسعى احققها. المفروض يبقى انا عندي اهداف بسعى احققها. يعني ايه بس اهداف بسعى احققها؟ يعني عندي هدف. يعني انا ممكن يبقى حد مثلا عنده، وانا دايما اقول للناس كده، يعني دايما اقول خلي عندك هدف كبير مثلا اعمله في السنة، بعد كده حط هدف لكل شهر. انا مثلا في شهر مايو انا هدفي السنه دي هعمل كذا. مثلا انا في 2021 هدفي ان انا اعمل كذا. انا ممكن ابقى هدفي في شهر مايو كذا، في شهر يونيو كذا، في شهر 4 ابريل كذا، في شهر 6 كذا، في شهر 7 كذا. فاللي انا بقوله ان انت خلي دايما اهدافك، اوكي، خلي دايما اهدافك متقسمه. طيب، فطول ما انا عندي اهداف، طول ما انا عينيا على الهدف بتاعي، مش عينيا على كل اي حاجه بتحصل. فده رقم واحد. رقم 2، الحاجات اللي هتساعدني ان انا يبقى عندي صمود نفسي هي حاجه اسمها بنسميها ريفريمينج. ان انا بعرف اعمل ريفريمينج او اعاده تقطير. يعني ايه اعاده تقطير؟ يعني ايه الكلام ده؟ بالراحه خلينا نتكلم فيها. احنا كل حاجه بتحصل في الحياه ليها عده معاني. كل حاجه في الحياه بتحصل فليها عده معاني. كل حاجه موجوده حوالينا ليها كذا معنى. طب تعالوا نرجع خطوه ورا شويه ونقول ان احنا بندي لكل حاجه معنى. احنا ربنا خلانا بندي لكل حاجه معنى، وبناء على المعنى اللي احنا بنديه لها بنتصرف من خلاله. يعني ايه الكلام ده؟ منتهى البساطة. لو نتكلم عن الرياضة، لو انا معنى الرياضة بالنسبة لي، وده سؤال مهم احنا دايما بنسأله في الكوتشنج، معنى الحاجة ايه دي بالنسبة لك؟ فلو انا معنى الرياضة بالنسبة لي مجهود وقرف وتلزيق وتعب وعرق، مجهود صعب، لو انا ده معنى الرياضه بالنسبه لي، انا مش هروح العب رياضه. هتلاقي نفسك كل يوم تقولك انا عايزه اروح العب رياضه، بس انت ما بتلعبش رياضه خالص، لان ده المعنى اللي جواك. ولا عكس صحيح، لو انا المعنى اللي جوايا الرياضه، ان الرياضه بتساعدني ابقى عندي حياه، بتساعدني ان انا ابقى عندي نشاط، الرياضه بتظبط جسمي، الرياضه دي حاجه انا بستمتع بيها، بتعلي هرمونات السعاده في جسمي،
هتلاقيني بروح العب رياضه. كل حاجه في حياتنا كده يا جماعه، مش بس الانشطه، الاشخاص. لو فكرت في شخص انت ما بتحبوش دلوقتي، وده تمرين بسيط ممكن نعمله مع بعض، فكر كده في شخص انت ما بتحبوش واسال نفسك هو معناه ايه بالنسبه لي. لو مثلا مديري مضايقني في الشغل، شخص كئيب، شخص متسلط، بصوا خدتوا بالكم دي المعاني. طب تعالوا نعكسها دلوقتي مع بعض، تعالوا نعكس. ودلوقتي هطلب منك ان انت تفكر في شخص انت بتحبه قوي، حد بتحبه، حد عزيز بالنسبه لك عليك، حد بتحبه جدا. فكر كده اللحظه في شخص بتحبه واسال نفسك معناه ايه، معناه ايه الشخص اللي بتحبه. خلينا نفكر كده، فكر في حد انت بتحبه، ممكن ابن، اخ، اخت، زوج، حد من صحابنا. خليني اعمل التمرين معاكم وفكر كده في حد انا بحبه. بصوا هتلاقوا المعاني اللي طالعه. يعني مثلا انا بالنسبه لي مصدر السعاده، فرحه حياتي مثلا. انا بحط شخص في دماغي وبسال نفسي معناه ايه، يعني لو احطه في جمله كده، حاجه حلوه. بصوا خدتوا بالكم من الكلام اللي انتوا كاتبينه في الكومنتات؟ هتلاقي بصوا لما بدأت تفكر في شخص انت بتحبه، بصوا كلام ايه، ارتياح، سعادة، حاجة حلوة، قدوة، عطاء، حاجة كويسة. طيب هند، انت عايزة تعلمينا ايه من اللي انت بتقوليه؟ اللي انا عايزة اقوله ان احنا بندي معنى لكل حاجة حوالينا. فلو اديت شخص معنى حلو هتلاقيني حابب اتعامل معاه، حابب اتكلم معاه، هو حاجة مهمة في حياتي، برتاح وانا معاه، ببقى مبسوط وانا معاه. ولو اديت شخص معنى وحش جوايا فهبدأ ان انا الاقي في خنقة، في كآبة، في حاجات وحشة كتير قوي. طيب هاخدكم نقطة تانية، يمكن انا ماشيه ستيب باي ستيب عشان تبقى ناس ماشيه معايا. طيب الشخص اللي انت فكرت فيه واتضايقت واديته معاني وحشه، الشخص ده مش ممكن ناس تانية، مراته في البيت مثلا، لو على سبيل المثال مديرك، مش ممكن مراته في البيت، ولاده، امه، اخته، شايفين ان هو مصدر السعادة، مصدر الراحة، حد بنحبه قوي، مريح بالنسبة لنا؟ ايه ده؟ انت عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول ان احنا ممكن انا ابقى مدية شخص معنى ان هو وحش، لكن الشخص ده في حتة تانية هو معناه حلو جدا. فمنها هنوصل لايه؟ ان الحاجة احنا اللي بنحدد معناها، الحاجة احنا اللي بنديها المعنى. فاذا لو غيرت المعاني هيغير احساسك ويغير طريقة تعاملك مع الناس. طيب وده يا اخويا يرجعنا تاني لحتة اعادة التقطير، او بيسموها ريفريمينج. بيقولك ان احنا دايما لما بيعدي علينا حدث بنعمله تفسير، بنفسره. احنا دايما بندي الاحداث معاني، زي ما احنا قلنا الشخص ليه معنى، كمان الحدث ليه معنى. طيب يعني ايه اعادة تقطير؟ ان انا ابدأ اشوف معنى تاني للحاجة، ابدأ اشوف معنى تاني للحاجة اللي قدامي. هل ده بيساعدني ان انا ابقى عندي صمود نفسي؟ ومش معنى كده ان انا بنكر المشكلة، يعني مش معنى كده ان انا بنكر المشكلة، لا خالص. ده انا ببدأ انا عارف ان في مشكلة،
ولكن ممكن اشوف اي معنى ايجابي ليها. فانا عارف ان في مشكلة او عارف ان في حاجة، ولكن انا بشوف المعنى الايجابي ليها، بدل ما انا مركز على المعنى السلبي بتاعها بس، لا بدور على المعنى الايجابي وراها. ده بيساعدني ان انا ابقى عندي صمود نفسي. عشان لما بتقع في مشكلة هتلاقي عقلك اوتوماتيك، لو انت معوده على الحاجة دي، حاجة اللي اسمها ريفريمينج او اعادة تقطير. عارفين هي قريبة كده من ايه؟ قريبة من حتة ان احنا نبص نص كوباية المليان. هي قريبة منها شوية، ان احنا نبص نص كوباية المليان، ولكن هي هنا احنا بنقول ان احنا ندي معنى مختلف للحاجة. يعني ممكن نقول ان كورونا دي حدث سيء جدا ومر العالم وازمة وناس ماتت وحاجة، بس اكيد في معاني ايجابية كانت وراها. لو انت اخترت ان انت تفضل باصص على المعنى السلبي، هتفضل موجوع وتعبان، مش هتعرف تقوم. احنا اتفقنا ان الصمود النفسي ان انا لما اقع اعرف اقوم. فاحنا قلنا اللي هيقومني رقم 1 ان عندي اهداف، عيني على حلمي، فهقوم احسن. رقم 2 ان انا اعرف اعمل اعادة تقطير، اعمل ريفريمينج، ان انا اعرف ابقى باصص للحاجة الحلوة ورا الحاجة الوحشة اللي بتحصل. مش احنا كده عندنا، احنا كل الكلام ده كله جاي من ديننا على فكرة، من عند ربنا. مش احنا كده عندنا ايه؟ جملة مريحة جدا 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 اسمها لعله خير، صح؟ لعله خير. امر المؤمن كله خير، امر المؤمن كله خير، صح؟ فممكن نقول هي دي إعادة التقطير.